حبايبي الحلوين، ازيكم؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ انا عايزه اقول لكم بقى، لو عندنا اي حاجه بايته ما نرميهاش، ممكن نعمل لها اعاده تدوير. الزمن اللي احنا فيه ده مش بتاع رمي ومش بتاع بواقي بتترمى او الكلام ده كله. ان محدش انتفع بالبواقي ديت وطلعناها كده لوجه الله وهي لسه صابحه وفريش كده، زي ما ربنا بيقول سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يعني لو حبينا نطلع حاجة لوجه الله من الأكلات بالذات، لازم نطلعها في أحسن صورة، ونطلعها كمان وهي فريش وزي ما احنا كلناها وزي ما نقبل ناكلها. كلنا ولادنا بيقولوا ما بنحبش المكرونة اللي بايتة، والمكرونة بالذات يعني ما بنحبش تسخينها والكلام ده كله. انا هعمل لهم اعادة تدوير من وراهم بقى. شايفين باقي مكرونة قد ايه من امبارح؟ اول ما خلصنا غدا على طول رحت جايه شايلاهم في التلاجة، وقلت والله لا اعمل لهم اي اختراع، اي حاجة بحيث ان احنا نستفيد بيها وما نرميش اي حاجة خالص. ده مش وقت رمي خالص. نصلي ونسلم ونبارك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعانا مكونات بسيطة جدا جدا جدا. طبعا المكرونة اللي باقية عندي بقى، اول حاجة هعملها عشان بسخن الزيت دلوقتي، معايا وحدتين من البطاطس مقطعاهم مكعبات زي ما انتم شايفين كده. ادي معايا وحدتين من الطماطم برضو متقطعين مكعبات. معايا بقى فلفل الوان زي ما يكون عندك. انا عامله فلفل بارد وفلفل حامي وفلفل احمر، مش موجود غير الاخضر بس، اوكي مفيش مشاكل. معايا بصلايه مبشوره اهي. ومعايا 4 قطع من البانيه اللي كنت عاملاهم لكم في الفيديو اللي فات. اول حاجه هعملها علشان الوقت، هاخد البطاطس احمرها يا دوب تصفر كده وتخش في السوا كده وتبقى لونها مش احمر قوي. هوريها لكم، خليكم معايا على ما نحمر البطاطس. معايا هنا الزيت بيسخن بتاع البطاطس، ومعايا معلقتين زيت كده، 3 4 معالق زيت مع معلقه زبده. هسيب بقى البطاطس كده مع نفسها تحمر، واروح بقى على الصينيه اللي هنعمل فيها اعاده التدوير. سيحت هنا الزبده على السمنه على الزيت. حطيت البصلايه بتاعتي، انا مش عايزاها تحمر، انا عايزاها تدبل. معايا بقى حته توم كده هحطها. طبعا البصلايه دبلت وانا مش عاوزاها تتحمر ولا اي حاجه، ولا عايزه التوميه، يا دوب ريحتها طلعت كده. هبدا بقى احط الفلفل ونقلب تقليبه. الفلفل روحه طويله شويه في التسويه عن الطماطم، انا مش عايزه الطماطم برضو ايه تتعصر مني يعني. ريحتها حلوه قوي يا جماعه، الثوم مع البصل عامل ريحه حلوه قوي مع الفلفل. هحط بقى الطماطم. حطيت بقى البطاطس كده، وهحط شويه ملح وفلفل يدوب على قد تتبيله الخضار اللي احنا حطيناه ده، الفلفل والطماطم والبصل والبطاطس، لان المكرونه كده كده هي واخده تتبيلتها خلاص من امبارح وكانت جاهزه للاكل. فمش عايزين ايه نكتر في التوابل قوي، او حطي اي اضافات بقى تكونوا بتحبوها. انا حطيت شويه ملح وفلفل وخلاص. هسيبها بقى كده تتشرب مع بعضها، وممكن كمان نحط عليها كده قد ربع كوبايه ميه علشان كل الخليط يشرب ايه من بعضه. عشان لما نحط عليه المكرونه يبقى المكرونه يا دوب تسخن بس، لكن الخليط كله شارب من بعضه ومن طعمه كده.
زودي ربع كوبايه ميه او نص كوبايه ميه لحد ما كل حاجه تتشبع بطعم الحاجات التانيه. معايا بقى الاربع قطع بانيه اللي كنت عاملاهم في الفيديو اللي فات وقلت لكم هعمل لكم بيهم وصفه. ما كناش عايزين ناكل جنبها بانيه كامل كده، قلنا ايه الاربع قطع دول حاجه اقتصاديه برضو تأدي الغرض. ممكن بقى نستخدمهم نيين خالص من غير تحمير ونقطعها سلايز كده ونحطها على الخلطه اللي احنا عملناها دي، برضو هتدي طعم تاني. لو عندك قطعتين سجق، قطعتين سوسيس، اي افكار من الافكار دي، احنا بندي الفكره الاساسيه وانتي غيري واعملي اللي انتي عايزاه علشان تتحايلي على الظروف اللي احنا فيها وعلشان خاطر ما نرميش اي حاجه. الحاجه بقى بتغلي كده، قلنا هنحط برضو شقشاق ميه علشان ايه صحصح الدنيا شويه. المكرونه بقى البايته من امبارح مش هنقول لولادنا ان هي بايته. واو، عايزه اقول لكم بقى يا جماعه ريحتها طعمها شكلها مضمونها كل حاجه اتغيرت فيها. مش هيعرفوا ابدا ان دي اللي كانت بتاعت امبارح، كانك عاملاها لسه جديد النهارده. تحفه قوي بكل مكوناتها، حلوه قوي. قطع الفراخ بقى علشان ما يبقاش في حد له قطعه وحد ملهوش، هنحطها كده ايه متقطعه على المكونات كلها. ايه رأيكم بقى؟ زي ما انتم شايفين بقى كده المنظر بقى تحفة وجميل جدا، وحاجة مش قادرة اقول لكم امرايا امرايا. عايزة اقول لكم ان طعم وريحة وشكل مختلف خالص عن امبارح او عن ما اكلناها قبل يعني. ما ترموش حاجة وما ترموش اكل وما تضيعوش مجهودكم ولا فلوسكم، ونتحايل على نفسنا وعلى اولادنا ونحاول نرضيهم برضه بكل الطرق. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.